عشان غسالتك تنضف كويس اعملي الخطوات دي بالظبط. اضغطي كده على اون تشغيل وانت حاطه الهدوم زي اي كميه انت عايزاها. الغساله هي اللي هتوزن الهدوم. تضغطي على الدوره من اعتيادي لغسيل تقيل علشان تنضف كويس. وتيجي هنا على الغسيل والشطف والتجفيف، تضغطي على الغسيل اللي هو على 12 دقيقة أعلى حاجة في دورة الغسيل. بس غسيل بس، ما تضغطيش على حاجة تانية. هيبدأ بقى إيه توزن كده الغسيل وتسحب المية على قد الكمية اللي أنت حطاها. تمام. إحنا كده بنشغل غسيل بس، هتحطي المسحوق بتاعك وبعدين بتسيبيها تغسل. هتغسل كده لمدة 12 دقيقة من غير ما تصرف المية ولا تجفف. وده اللي احنا عايزينه، احنا عايزينها تغسل كويس، مش تبقى دورة عادية كده تخلص على طول. بعد ما الغسيل ما بيخلص بتروحي ضغطة تاني على اون وتختاري الدورة اللي هي على الغسيل التقيل زي ما انت شايفة كده بالظبط. وبعدين بقى تيجي هنا بدل ما تعملي دورة كاملة بقى هتعملي انت اللي تتحكمي في الدورة. يعني مثلا تغسلي لمدة 12 دقيقة، الشطف مرة واحدة، والتجفيف لمدة 5 دقايق. انا بعملها كده على طول. الطريقة دي بتخليها ما تسحبش مية كتير، لان انت لو سبتها على النظام بتاعها هتسحب مية مرتين في الشطف، وده طبعا تهدير للمية كبير. وبكده ان شاء الله الهدوم تطلع نظيفة، واتمنى اكون افدتك في الفيديو ده، وشكرا ليكم.